بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. معاكم شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي، المهندس أحمد مصطفى أحمد. النهاردة هنتكلم عن أخشاب باولونيا الشرق الأوسط 001 اللي من جدود أسترالي ومن أمهات مصرية. الباولونيا اللي ما يعرفهاش هي ملكة الأشجار، ملكة الأخشاب، أفضل أخشاب موجودة على مستوى العالم من ناحية المواصفات الفنية. ما بتتأثرش بالحرارة، ما بتتأثرش بالرطوبة، ما بيجيلهاش السوسة، ما بيجيلهاش النملة، خفيفة الوزن، صلبة. بيتقال عليها الخشبونيوم. حتى احنا كده بيبقى فيها عرق فضي، لو انت بتلاحظ كده في الشمس عرق فضي بيلمع. تمام. فطبقا للمواصفات بتاعة الأخشاب تعتبر رقم واحد على مستوى العالم. النهارده لإثبات التاريخ 14/1/2024، وديت أخشاب باولونيا الشرق الأوسط. بسم الله والحمد لله والشكر لله، إنتاج مصري 100%. دي متوجهة لحد عزيز علينا جدا، إن شاء الله هيعمل بيها هيعمل بيها بيت من الباولونيا، لأنها من مواصفاتها إن الخشب بتاعها نانو، فما بيعديش الحرارة، وبيحتفظ، بيعمل عازل قوي جدا في الحرارة. دي لما بتيجي بتولع بعد 30 دقيقة. يعني في أمريكا وفي فرنسا وفي الصين وفي اليابان بيعملوا منها البيوت الخشبية. فربنا قدرنا والحمد لله، وقدرنا نوصل للنسيج اللي يقدر ينفع في أجواء الشرق الأوسط، وقدرنا الحمد لله نوصل للإنتاج النهائي. تحياتي ليكم مع تحيات شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي، وربنا يبارك للي واخد الحاجة، اللي واخد الأخشاب، ربنا يبارك. دي المرحلة رقم 3 في التصنيع. المرحلة الأولى خلصنا الأبلكاش اللي هو الفينيل، وخلصنا الأبلكاش، وخلصنا الكونتر، وشغالين دلوقتي في أصعب حاجة اللي هي الأساس والصناعات الخشبية. ربنا يقدرني ونطور نفسنا كمان وكمان، ونطور البلد اللي احنا موجودين فيها. مصر حبيبي علينا جدا وعزيز علينا جدا، ونقدر ننشر فكرة زراعة الغابات الخشبية الصديقة للبيئة. زراعة الغابات الخشبية الصديقة للبيئة، اللي هي بعد ما تكبر ما تولعش، وتدي أجود أنواع الخشب، وتحافظ على البيئة، وتمص. الباولونيا في السنة الثالثة بتمص 30 كيلو كربون دايوكسيد يومي من عوادم السيارات وعوادم المصانع. فاتجاهنا للاتجاه ده هنغير بلدنا في فترة زمنية قصيرة قوي. تحياتي ليكم مع تحيات المهندس احمد مصطفى، الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.